السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسمي الله ونتوكل على الله. عندك الطريقة دي ممتازة جدا سهلة جدا. ميني حواوشي سميه، قرص محشية باللحمة المفرومة سميها، طعمة ولذيذة وزي الفل. يلا بينا نشوف اتعملت ازاي، ولايك وكومنت تمام واشتراك يا سكر، وتفضلي معانا. يلا بينا يلا بينا. شايفة مستوية وزي العسل ومرشوش سمسم بقى، ومعمولة بمزاج. أول خطواتنا، عندك هنا حلة على النار تمام، هنحط فيها مادة دهنية. أنا هنا حطيت زيت، شوية زيت وشوية زبدة. تعمليها بزيت بس تمام، بزبدة بس اللي نفسك فيه. هتعمل لنا بقى صنف جميل حلو كده للمدارس، ينفع يتاخد في اللانش بوكس، ينفع وجبة عشاء محترمة، ينفع وجبة فطار محترمة جدا جدا. تمام تمام، مع طبق سلطة كده روعة الروعة. يلا بينا سمي ونخش برجلك اليمين. يلا، حطينا المادة الدهنية بتاعتنا. انا ماشية معاك خطوة خطوة عشان ما تقوليش عملت حاجة ما شفتنيش. تمام تمام. يلا، يا رب يكون الفيديو خفيف على قلوبكم وتبقوا مرتاحين وانتم متفرجين. هنا عندي بصلاية واحدة بس مقطعاها. عندي هنا واحدة جزر وواحدة بطاطس. تمام تمام. انا مش عايزه هنا طعم الخضار يطغى على طعم اللحم، عايزه كل طعم يودي في مكان. وعندي هنا قرنين فلفل رومي. تمام. عايزه تحطي شطه لو انت عايزاها سبايسي حطي. دي من الوجبات الحلوه قوي. سميها بقى سناكس، سميها كده يعني فطاير، زي ما تسميها سميها يا روح قلبي. تقلبي كده في حاجتك. انا هنا عايزه كل حاجه تلات ارباع سوا. هنا مش هنا لقيت الجزر كتير، الالوان بقى والحركات والتكات في مطبخ دعاء سامي. تمام يا عسل تمام يا عسل. هنا البطاطس انا بشرتها بالسن الصغير بتاع المبشره. تمام. وهتعصريها من النشا بتاعها والميه بتاعتها. ليه؟ عشان ما تبوظش ليكي القرص بتاعتك او العجينه بتاعتك. هو كده دخلت على السوا خلاص اهو. اتدبلت اهو، اتدبلت البصل مع الفلفل بيبقى طعمه حلو قوي. هنا هنحط الجزر بتاعنا وهنحط البطاطس. ما يلا يا ست خلصي بقى، مستنية ايه؟ مستنية كل حاجة تاخد حقها في السوا. هنا حطينا اللحمة، ايوه. هنا 400 جرام لحمة، 450 في الحدود زي كده. قلت انا عايزة طعم اللحمة يبان في القرص. تمام تمام. عايزة تسميها ميني حواوشي سميها اللي نفسك فيه يا ست الكل. بس انا هنا ما بكترش نسبة الدهون في اللحمة. تمام تمام. هنا عندي اللحمة دي انا متبلاها وحط عليها خلطات زي توم باودر، بصل باودر، بابريكا، حاطة بهارات كفتة. تمام، او بهارات حواوشي اللي عندك وايه واللي نفسك فيه حطيه. هنا انا لقيت الجزر كتير، رحت حاطه جزء منه بس وخليت الباقي. ده للامانه يا حبيبتي. يلا قلبي، كل ما هتحط حاجه لازم تقلبيها وتعمل تناغم كده وتناسق مع الايه الاكل والمكونات اللي انت محطاها تطبخ. ما يلا يا ست انت بقى، انت كسوله كده ليه النهارده؟ صراحة ربنا يا جماعة ما بحب أعمل حاجة لازم أكون مجرباها وناجحة وتمام التمام عشان أديها لحبايبي إخواتي وولادي وبناتي عشان يستفادوا بيها. اللهم اجعله شاهد لنا يا رب العالمين. قولي امين يا ست الكل، امين. وما تنسيش تسمي اهو. شوفي انا هنا عصراها، بصي هنا عصراها ومطلعه الميه بتاعتها عشان ما تخليش الحاجه صيصه وما تبلش ليا ايه العجين وتخليه كده مش كويس. لا، تخليه متماسك. خلي كل مرحله بتحطي فيها الخضار تاخد سواها. يعني ايه؟ يعني الفلفل تشوحيه تشويحتين عشان الميه بتاعته تتبخر. الجزر كمثل، اللحمه، البطاطس زي ما انت شايفه، عشان تبقى حاجتك تمام التمام يا ست الكل. وما تنسيش تبهري اكلك. يعني الفلفل الاسمر جميل قوي قوي في اللحوم اللي زي كده. عندك زعتر بيحب السم، بيحب المعجنات اكتر لو انت نفسك تحطيه. هنا عندي البهارات، هنا ملح، فلفل اسمر، بابريكا، شوية كمون. تمام. شوية سنة ملح بسيطة كده. عملت الأكلة دي كان مزاجي عال عال عال. عشان كده صراحة ربنا ما باتتش بألف هنا وشفا.
وتفضلي تقلبي زي ما انت شايفة. تمام تمام. وهوريكي برضك بعد ما خلصنا كل حاجاتنا وتكاتنا ان شاء الله. يلا نبص في الحلة، بصي في الحلة وركزي، شايفة؟ ركزي انا بقول لك اهو عشان ما تقوليش انا عملت حاجة وانت ما شفتنيش. يلا حبيبتي، سمي الله كده وصلي على الرسول اهو. احنا خلصنا بقى كده اهو، وجريت شوية عشان ايه؟ ما تتضايقيش وما تزهقيش. طب انت ليه بتهتمي بالتفاصيل؟ عشان ما فيش خطوة تفوتك. طب انا عملت العصاج قبل كده برك في فيديو تاني. تمام. تعالي بقى نشوف مرحلة العجين هنعمل فيها ايه. بصي عندي هنا كوباية دقيق، عندي رشة بودر اللي فاتت دي، شو معلقة صغيرة، نص معلقة بودر. تمام. وعندي هنا معلقة زيت بقى، هنا معلقة ايه؟ ملح برك، رشة ملح ما تكتريش، المعلقة دي صغيرة جدا يا جماعة. انا عندي هنا زيت، اي نوع زيت بقى تفضليه. تمام. بتاعت معلقة، معلقة ونص كده. تمام تمام. وهقوم بشوية مية عجنة. عندك هتعمليه باللبن انت وراحتك، انا بعمل اقتصادي على قد ايدي. تمام. عشان يبقى كله في متناول الجميع. من مية الحنفية هتعملي احلى عجين زي ما انت شايفه. وانا بقى هنا هعجن بسرعه بسرعه كده ومش هطول عليكي، لا قولي طولي. وعندي ميه من حنفيه عادي خالص، عشان مش مفيش فيها خميره. لو فيها خميره هندفي الميه، مفيش خميره ملهاش لازمه. يلا بينا يلا بينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اهو انا عجنت وحطيتها ترتاح مش تتخمر، ولفيتها كده في ورقه قولي معايا كيس مطبخ. تمام. عندك ستريتش فويل، ستريتش قصدي، سوري، حطي اللي نفسك فيه. وعندي صينية هنا هتفردي زي ما انت عايز. عندك رخامة فريدي، عندك صينية، عندك ترابيزة، اللي نفسك فيه واللي بتمشي بيها ست الكل. هنا بقى شوف العجينة ريحت معايا كده وكانت كويسة جدا ومشيت معايا، بس ما تطريش العجين. تمام تمام. زي عجينة الرقاق كده، بس عجينة الرقاق احنا ما بنحطلهاش بودر. انا حطيت هنا سنة بودر عشان انا هحشيها. تمام تمام. عشان تبقى تديني الارتفاع والنفخة الحلوة اللي انت شايفاها دي في قلب الفرن. تقطعي بقى كده الكور كده قد حباية الليمون، اكبر سنة من حباية الليمون. انا اهو فردت دي مرة ودي مرة اهو، بوريك انت تقطعي ازاي وتعملي الكرة بتاعتك منتظمة وقد بعضها، عشان تبقى القرص كلها قد بعضها يا حبيبتي. وخلي بالك رققي العجين عشان ده ما فيهوش خمير. والله حلو صدقي. يلا حبيبتي، كوبايه الدقيق دي عملت لي 6 حبات او 6 قرص زي ما انت شايفه اهي، بنفس الحجم وسطنتهم. هتعملي ايه؟ هغطيها بقى بالبلاستيك اللي انا كنت عاملاه، كيس بلاستيك حلو من اكياس المطبخ، وعليها فوطه، فوطه حلوه كده ترتاح كمان. يبقى انا ريحتها مرتين، بعد العجن وبعد ايه؟ التقطيع. هنركنها شويه ونشتغل فيها وهوريك خطوه خطوه. ما تسيبينيش. تمام كده تمام كده، وما تجريش الفيديو لان كل تفصيله تهمك. طبعا انا لميت كل الدقيق، طبعا انتوا عارفيني مطبخ دعاء سامي ما فيهوش هزار وما فيهوش يما ارحميني. واخده بالك انت من كلمه يما ارحميني دي؟ اهلا بيكم حبايب. ونسيت طبعا حبايبي واخواتي، عيلتي الكبيره، عيله مطبخ دعاء سامي. اشكركم من كل قلبي لكل واحد دعمني بتعليقه، واشكركم كل واحد شجعني واتفرج لاخر الفيديو وادى ليا لايك. اشكره جدا. واخواتي الجداد شرفتوني وكترتوني ونورتوني. ربنا يديمكم نعمه في حياتي ويبارك لكم يا رب العالمين، ويفرح قلبكم زي ما فرحتوا قلبي، ويا رب يجعله في ميزان حسناتكم ويخلي لكم أولادكم ويوسع أرزاقكم. اللهم أمين يا رب العالمين. بشكر كل إيد وكل واحد وقف جنبي وشجعني. أهو شايفة رؤية إزاي؟ نرجع بقى لكلامنا. يلا تفردي بقى دي النشابة دي أو المردنة زي ما بتسميها بقى. في ناس بتسميها عجلة. بصي أنا عندي، وفي ناس والله يا جماعة أعرفهم معرفة إن بيفردوا بالبرطمان الإزاز. والله بص يعني تصرفي. تمام تمام. تفردي كده تخليها كده مدوره كده زي الكحكه كده، وهتجيبي قالب بقى، اي قالب عندك، اي فورمه عندك، اي شكل عندك صغنن حلو كده مدقدق محندق زي ده، ترشيه شويه زيت كده كده من الحراف. طب ايه فايدته؟ هياخد الطبعه بتاعه القالب ويبقى شكله حلو كده، بدل ما ممكن تعمليها مثلا بقجه
تمام. او ممكن تعملها كده مدوره وقرصه وخلاص. بس احنا عايزين بقى التكه الايه الروقان بتاعتنا كده. عندي معلقه اهو انا اهي، هحط بقى اللحمه المفرومه المتعصجه. شوفي بقى انا هعمل ازاي. هتجيبي القالب بتاعك، ما تورينا يا ست انت. ايوه كده، ورينا، احنا عايزين نشوف. ايوه كده، ورينا بقى. ايوه كده، يا جمالك يا جمالك يا جمالك. يلا ايوه طبقيها كده. دي حته جزره كده جت خطأ. يلا يلا تفردي كده ايه، وتطبقيها كده على القالب عشان تاخد التعريجات كده والشكل الجميل الظريف الحلو ده اهو. هنحط بقى معلقه لحمه. كتري اللحمه بقى، ها. ايوه كتري اللحمه. حطي تاني يا ست انت، حطي تاني ما تبخليش. كتري ما تبخليش برضك، مفيش فايده. يلا، مفيش فايده في مطبخ طعام. موفره ومدبره ان شاء الله. بحاول اوصل رسالتي ان على قد ايدك مشي. واللحمه اللي موجوده دي يا جماعه عملت منها سندوتشات تانية تمام لولادي، وكانت برضو بسم الله ما شاء الله. خلي بالك الخضار اللي انت بتحطيه بجانب اللحمه والبصل بيكتر ليكي الكميه وبيضاعفها وبيخلي فايدتها اكتر. يعني حبايه البطاطس في كل بيت، هادين هنقلب اهو. حبايه الجزر تمام. وهنا شيل يا ست انت هتضحك علينا ولا ايه؟ ايوه شايفين الشكل اهو. هو ده اللي انا بقولكوا عليه. هعمل، دي مش كحك خلي بالك، لا لا مش كحك. زي ما انت عارفه، عجين بلحم، قرصة عجين. انا محتاره في اسمها والله يا جماعه. سموها انتوا بقى، قولوا ايه في التعليقات اسمها ايه، ينفع يكون اسمها ايه. انت بتتهزي ليه يا ست انت؟ ما تثبتي، اثبتي كده. ايوه نفس العمله تاني برضك. بوريها لك. فردت برضك ورقيقه. وهنرص في الصاج بتاعنا وندلع اكلتنا. حتى لو بكوبايه دقيق تمام، حتى لو بحته لحمه، قطعه لحمه صغننه. انا معاكي يعني معاكي. انا خليكي وراك وراكي وراكي لحد ما تعملي الوصفه الجميله دي وتقولي لي رايك ايه. ما انا مش هسيبك، مش هسيبك. ده انت رغايه قوي يا ست انت. عشان بحبك يا حبيبتي عايزه افهمك كل تفصيله. واوعي تقولي ده حاجه بتقولها والسلام، او فيديو والسلام واجر وخدته. لا، انا عايزه اوصل ليكي ادق ادق التفاصيل. طب ما انت يا ستي دوشتينا، ممكن نعملها كده وقرص وخلاص. براحتك، انا بوريكي ان على قد ايدي عندي موجود اهو. تلم بقى كده تمام، لم كده. ايوه، ما تخليش حاجه بارزه. ايوه كده، والله شاطره، والله شاطره يا دعاء والله. والله تنفعي صدقي ايوه ايوه، تقفليها كده زي السره كده. ايوه، وتفردي تفردي تفردي. يا جمالك يا حركاتك يا تكاتك يا افكارك يا افكارك يا مطبخ دعاء سامي. يا رب اكون عند حسن ظنكم. بحبكم في الله يا احلى ناس في الدنيا. واشكركم للمرة 1000 و20 والمليون. وانتوا على راسي على راسي من فوق اهو. شايفة الشكل؟ والله جميل. ومهما كانت تعليقاتكم سلبية ايجابية على راسي من فوق. ويا رب يا رب يبارك لكم ويفرح قلوبكم زي ما فرحتوا قلبي. ودعوة الغائب يا جماعة، الله يبارك لكم. تمام، انا كده خلصت الكمية بقى. هحط بقى بقية كميتي. عندي بيضاية بقى، وهنا شوية ايه فلفل اسمر. شايفة الفلفل الاسمر ده؟ بيضايه كده. شوفي ايوه، عشان وشها يبقى حلو كده. ونعمله ايه، نرش بقى سمسم، ترش زعتر، ترش حبة البركة اللي نفسك فيه. انا بالمتاح عندي بعمل. شوفي ما هنش علي، خدت من هنا حطت هنا. يا ساتر يا رب على البخل، يا ساتر. ده ما اسموش بخل يا حبيبتي، ده اسمه حكمة في التصريف. حكمة انك تصرفي. تمام. كلنا بناكل وكلنا معانا فلوس، وربنا يكرم الجميع ويوسع على الجميع. الاسمر ده فلفل اسمر خلي بالك، عشان زفرت البيت ما تبقاش زهره قوي. وشويه بقى ايه يا ست، كتري يا ست انت، مفيش فايده فيكي. شويه سمسم كده بقى اللي كانت عندي، كان طعمها جميل قوي قوي. طيب درجة حرارة كانت كام؟ درجة حرارة ما بين 180 ل 200. طب ايه الفرق الجامد ده؟ على حسب الفرن بتاعك ودرجة سخونته. تمام تمام. بيختلف من بيت لبيت ومن فرن لفرن. المدة قدين لحد ما تطمني انها استوت من فوق ومن تحت. هي اللحمة مستوية اوريدي، هو اللي ناقص ايوه الوش بقى، العجينة ايه تستوي. شايفين؟ شايفين الجمال؟ انت بقى كده هتورينا كده وخلاص بس؟ لا، احنا عايزين نشوف. افتحي بقى وورينا يلا لو سمحتي. مش تورينا كده من الوش اهو. ومع الف